السلام عليكم ورحمة الله. لو انت بتحبيش وقفة المطبخ بالذات في الحر اللي احنا فيه دوت، تعالي خدي بقى الوصفة دي اعمليها. يعني اقل من نص ساعة تبقى جاهزة وطعمها حلو قوي قوي. واللي اكلها عجبته جدا. كل اللي نحتاجه شوية خضار كده حلوين هنشويهم في الفرن، او تقدري طبعا تشويهم في الاير فراير، تقدري تشويهم على الجريل على البوتاجاز. الخضار عبارة عن بصلة بيضة، بصلة حمراء، وفلفل الوان. نجيب صينية الفرن، صينية حلوة كده يكفي الخضار بتاعي، بحيث ان الخضار ما يبقاش فوق بعض، يبقى مفروض شوية عشان ياخد كله طعم الشوي. ننزل بشوية زيت زيتون او اي زيت عندك، نحط الخضار بتاعنا. لو عندك كمان مشروم حطي مشروم، يبقى ممتاز جدا. عندي راس توم قسمتها بالنص، وعندي كمان ليمونية، اخدت ليمونية كبيرة فاخدت نصها وقسمتها نصين. لو عندك ليمونتين حطي ليمونتين، اقسمي بس نصين. حطي رشة ملح، فلفل اسود، وبابريك مدخنة. بابريكا مدخنة دي بحبها جدا، بتدي كده طعم التدخين. شوية كمان زيت، هندخلهم في فرن حامي يعني 200 درجة، ونقلبهم، نتابعهم ونقلبهم عشان ما يحمرش من ناحية وناحية. لا، على البوتاجاز هنعمل اللحمة بتاعتنا. هننزل بشوية بصلة وشوية زيت، ملح وفلفل عشان يساعدوا في ان البصلة تدبل من غير ما تحمر. هنزل باللحمة بتاعتي. بحب في اي لحمة معصقة اني انزل باللحمة وهي النار حامية جدا، وما اقلبش فيها كتير، اسيبها كده تاخد تحميرة من تحت واقلبها واحدة واحدة، وما اقلبش كتير كمان، اسيبها شوية واقلب لغاية ما تغير اللون بتاعها. بعد ما اتاكد ان اللون تماما اتغير، انزل بفصين 3 توم مفرومين. وبعد كده نحط بقى برضو الفلفل الاسود، نحط البابريكا حلوه، بابريكا مدخنه. لو عايزه شويه سبايسي حطي شويه سبايسي. واظبط الملح بتاعي واقلبها يعني 5 دقايق كده على النار، تاخد الايه كل الطعم كده من بعضه. مقولكوش بقى على يعني ريحه الخضار المشوي، ريحتها فظيعه قد ايه. انا عندي التورتيلا دي حجم متوسط. لو انت عندك حجم كبير تقدري تلفيها رول. حجم متوسط زي ده هنقسمها نصين بس. تقدري تستخدمي اي عيش، تقدري تستخدمي عيش بلد، تقدري تستخدمي توست، فينو، كايزر. تقدري تستعملي، لو استخدمت التورتيلا بني يبقى كده وصفة صحية جدا، لان كله مشوي وحاجات ما فيهاش اي مقليات، وكمية خضار حلوة جدا. هنحط الخضار بتاعي، اي صوص تحطيه على التورتيلا اللي عندك. هنحط نوعين جبنة، انا حطيت شيدر وجبنه شيدر مدخنه، وجبنه الشيدر بنحط على البرجر. انت لو عندك موتزاريلا وشيدر حطي. هناخدها بقى ونحطها في التوستر. انا بحب استخدم ورق الزبده بالتوستر، بصراحه بتحافظ لي عليها جدا. رشه زيت كده، وندخل بقى ونسيبها تاخد تحمية وتتحرمش كده من بره، فيها سنه قرمشه، وكل حاجه تسيح من جوه وتاخد طعم بعض يعني. وصفة حلوة قوي قوي قوي، مش محتاجة أي وقت، سريعة جدا وهيحبها كل أفراد الأسرة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعني باللايك وسبسكرايب، فعل الجرس على كل عشان يوصلك جديد. أقول لكم سلام عليكم. بصي تعالي كده دوقي، في هنا ده مش سبايسي وده سبايسي، شوفي انت عايزة ايه. طعمها حلو قوي. ها سخن. حواوشي مصري. لا طبعا ملهاش علاقة بالحواوشي. سخن شويه بس حلو قوي.